بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. ما زلت في حال بيان هذا الشخص وهذا من الدين، بعيدا عن العاطفة واللعب على العاطفة اللي هو بيعملها الراجل ده وعند ناس وقناة دعوية والكلام الفاضي ده كله، والحماسة واستغلال رجال الناس وتهييج قلوب الناس بطريقة معينة، وبعدين يدخلهم في حواري حارة مش عارف ايه، شوفوا ابراهيم اللي بيقول كذا واللي بيعمل كذا الكلام ده كله ليبعد الناس، عشان يبعد الناس عن القضية. هو ده يعني بيجيد هذا، لكن هو غبي انه يبعد الناس عن القضية الأساسية اللي هي النصب والنصاب. القضية بتاعتنا هي النصب والنصاب والمتاجرة باسم الدين. نشوف كده الراجل ده لما جاب شيخ وألقى له السؤال وفتوى، بس ألقاها له ازاي، ورغم كده هنشوف رد الشيخ ألقى له الفتوى دي ازاي، محنتفة ومتجصصة ومتجرطفة وزود عليها وحتى مش عارف ايه كده، عشان الشيء يستنطق الشيخ او يستخرج فتوى على مزاجه وعلى هواه. وطبعا بالنسبة للعلماء الحكم على الشيء فرع متصوره، العالم يلقى له فتوى يجيب على حسب ما ألقى له، مش يقعد يروح يفتش ويدور مع كل كلمة ودي زيادة ولا دي نقص. فطبعا الخبيث يضع الزيادة ويضع النقص، الكذاب المدلس يضع الزيادة والنقص ليستخرج فتوى على مزاجه وعلى هواه يرضي الناس. يعني كده تعالوا كده نسمع الراجل ده عمل ايه مع الشيخ عشان يستنطقه. يا شيخنا، طب بالنسبة يا شيخنا الحديث الذي يستند إليه البعض من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية بن أبي سفيان أنه صعلوك لا مال له، فقالوا أن الرسول قد جرح بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا أن الرسول قد جرح بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا أن الرسول قد جرح بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه خير المؤمنين. فقالوا أن الرسول قد جرح بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه خير المؤمنين. فقالوا أن الرسول قد جرح بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه خير المؤمنين. فقالوا اقطع لساني، كنت قلت كلمة زي دي، مش ممكن، ده مش منهجي خالص. حرف واحد في الصحابي ده فيه شك في الإيمان ونفاق، دي عقيدتي. أنا قلت هذا يا كذاب، لماذا تقدم الفتوى للشيخ عشان تقول له ده إيه بيقول النبي؟ بقى أنا كده بتقول على النبي ما لم يقل صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا. وبعدين بيجرح في معاوية، يعني جه طعن في معاوية. خلي بالكم، شوفوا متقدمة إزاي وشوفوا رد الشيخ إزاي. المفاجأة اللي أبينها لكم أن الشيخ ده تقريبا من 22 سنة 23 سنة حاجة زي كده، وأنا لسه في البدايات يعني. وقع في يدي في طريق المنهج، عودة الأمة إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، القرآن والسنة وفهم السلف، كتاب من أروع الكتب. وكتاب آخر يعني كتاب للشيخ سليم الهلالي يعني كده، وكتاب للشيخ محمد جميل زينو. كتاب الشيخ محمد جميل زينو كان اللي هو منهاج الفرقة الناجية، من أروع الكتب اللي وقعت في البداية. وأيضا كتاب للشيخ سليم الهلالي. آدي الكتاب أهو يا جماعة، كبر بس الشاشة كده، آدي الكتاب أهوت، اقرأوا الاسم كده يا جماعة، اقرأوا لماذا اخترت المنهج السلفي يعني كده. وطبعا جايب الآية ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. تأليف مين يا جماعة؟ تأليف سليم ابن عيد الهلالي السلفي، دار ابن القيم، دار ابن عفان. تمام كده يا جماعة؟ ده أول كتاب. ده سنة كام ده يا جماعة؟ سنة كانت دي دار عفان، لكن تعالوا نروح للسنة. ادي السنة اهيت نثبتها، 1422 هجرية، 2001 ميلادية. ده من أول الكتب يا جماعة اللي وقعت في إيدي في سنة 2000 2001 2002، مع كتاب الدكتور محمد جميل زينو منهاج الفرقة الناجية. ده اللي عرفته. يعني عايز أوصل بإيه بالكلام ده؟ أن منهجي اللي انتوا عمالين تطعنوا فيه وتعملوا فيه
هو منهج الشيخ سليم في اول الطريق. الكتاب ده كان يعتبر اول طوبه ليا في الطريق، يمشي في الطريق ده. الطريق ده هو المنهج الصحيح الشيخ سليم. لكن طبعا الراجل اللي اسبقني بكتير في هذا، ورجل نحسبه على علم، ورجل كمان تبحر. ده الكلام ده بقاله اهو اكتر من 22 سنه 23 سنه من كده. فسبحان الله العظيم يا رب، المنهج اللي انا عليه، وده اللي حصل في الحلقه بتاعت الشيخ سليم، هو نفس منهج الشيخ سليم. هو انا مشيت ورا الطوبه بتاعت الكتاب دي عشان اعرف المنهج الصحيح يعني كده. صحيح ما اعرفش الرجل، لكن هو ده الكتاب اللي قراته له، كان من اروع الكتب في بيان منهج. ابحثوا عنه واقرأوا عنه هتعرفوا ما انطق به وما ينطق به هذا الرجل الشيخ سليم الهلالي. ولو عرف حالكم يا ويلكم. ثم ان الرجل رغم تدليس السؤال، تعالوا نشوف رد وقال ايه قبل ما نسمع رد. ده كلام سلف مش كلام سليم الهلالي. القدح ليس بغيبة في 6. القدح ليس بغيبة في 6. متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتي ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. 6. متظلم، معرف هيعرف، دي هنبقى نعمل فيها بس، ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. خلي بالكم دي كلها فيها نصوص من كده. لكن تعالوا نسمع الشيخ سليم. اتفضل يا شيخ، رد رغم تدليس السؤال. هو ذكر هنا الشيخ هيذكر بس التحذير يعني كده من 6. كما يقال الغيبة ليس ب6. الغيبة لا تعد غيبة في 6 أشياء، منها معرف. يعني إذا جاءك إنسان وقال لك ما رأيك في فلان وأنت زوج بنته، تقول له والله لا تزوجه، هذا رجل مثلا لا يلتزم بالشرع. أليس هذا جرحا؟ لا، لكن هذا ليس بغيبة لأنك تعرفه. جرحا؟ لا، لكن هذا ليس بغيبة لأنك تعرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لها، قال لها أبو الجهم لا يدع العصا عن عاتقه، إما أنه يسافر كثيرا أو أنه يضرب النساء. وأما معاوية فلا مال له، صعلوك، يعني ما يستطيع أن يصرف على النساء، لأن النسوان بدهن جيب مليان يا أخي. أبو عماد بارك الله فيك. محذر إنه واحد مخالف الشرع، محذر. ما تيجوا ناخد 6 كده سريعا يعني مش هتكلم عنها دلوقتي. متظلم، ادي المظالم كتير، اللي اتظلموا منك كتير بيتكلموا، كله بيطلع ويقول الراجل ده ظلمني في كذا. متظلم، فان يقول اللي فيك لا ده مش غيب، قال لا ده انا كأني كافر، لا بيقولوا اللي فيك. متظلم ومعرف، دي مش تبعك. ومحذر، نحذر المسلمين انك نصب شباك لاصحاب الاموال واصحاب البتاع. انت ما عندكش محتوى، انت بتتكلم في ايه؟ يقول لك انا ساقط شهاده، على الاقل عندي علم بقول الناس بتستفيد. انت عندك ايه؟ تقدر تواجه في حاره العلم؟ تعالى بس في قناه محايده عشان انت لعبت في قناه. تمام. ومحذر، امال احنا بنعمل ايه؟ ومحذر ومجاهر فسقا، ده انت جهرت بكل شيء، بالنصب والاحتيال وكل شيء واللف والدوران والكذب والتدليس اهو واضحه. حتى في السؤال يا راجل مش راجل، ده انا بقول لك يا راجل كده تجاوزا، بقول لك حتى في السؤال يا راجل، ما تطلعش راجل. سبحان الله العظيم يا رب. ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. أيوة بنطلب إعانة، والكل بيطلب إعانة في إزالة منكر، لأن أنت منكر، أنت فتنة، مش إحنا اللي بنعمل فتنة، لا أنت في وجودك في الدعوة فتنة وعرقلة للدعوة والله. سبحان الله العظيم. هنبقى نشرح الكلام ده، بس عايزين نقول فعلا يا اخوانا ايوه دي طريقه الرجل، ده اسلوب الرجل. هو فعلا اما دوختكم يا متابعين، ما بقاش ابو عماد جبت شيخ وشيخ عالم وبتاعه كده. ده انت لو تعرف، انا اخاف غدا لما تعرفوا منهج الشيخ حقيقه الرد عليك اهو.
سبحان الله، هو ده الكلام اللي انا قلته، وانا قلت حاجه غير كده؟ اتحداكم، جبت الحديث وصرفت الفتوى السؤال للشيخ عشان تاخد مثلا كيف جاء الكلام يقطع رقبتك. هو انا عملت غير كده؟ واحنا بنعمل غير كده؟ متظالم وظالم كتير اهو. سبحان الله، راجل ذكر التحذير فقط، بنحذر، ادي احنا بنحذر، اللي عايز يروح يروح، احنا نقول حاجه احنا بنحذر. والله الناس تعرف الصدق والكذب. يا كذاب، الناس خلاص بتكتشف، شيوخ سابوك، متابعين سابوك، الدنيا دلوقتي بتكتشف وتعرف اللي بيقولوا والله بان الصدق من الكذب. انت مش دريان بس بنفسك، انت مش دريان بنفسك. في ناس هتدناها متعاطفه، في ناس جهله، وفي ناس هتدناها متعاطفه، في ناس مش عارف ايه، وكمان جايب حاله جديده بعد علي المغربي عايز يسدد عنك. انا لله وانا اليه راجعون. اما دوختكم، ده كلمه ابو عماد يا اخوان، ده حقيقه. اما دوختكم يا متابعين، ما بقاش ابو عماد بيعرف يتلاعب الكلام ولا كلام مستمر وبس، واثنين وثلاثه وبرانيم وسقط شهادته. سقط شهادته ليه؟ هذا حد يتعرى ومش هيتعرى؟ طب الراجل رد عليكم رغم التدليس. انا عايز الراجل يجي يقابلني. من خايف بكره هتقولوا على الراجل ايه؟ لان انا منهجي زي منهج الراجل بالظبط. بكره هتقولوا على سليم الهلالي ايه؟ والله منهجه هو منهجي. الله اكبر، الله اكبر، وحسبي الله ونعم الوكيل. وما زلنا في البيان إلى أن يتضح الحال تماما أمام الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.